دلوقتي احنا هنزرع معاكم ملوخية. شوف، لو انت ما عندكش مكان وعاوز تزرع شوية ملوخية ان شاء الله رمضان، دلوقتي خلي بالك الوقت اللي احنا فيه ده ما ينفعش يزرع فيه ملوخية، بس انا هزرعها واوريكم هتطلع ولا مش هتطلع. دلوقتي هي دي الملوخية زي ما انتم شايفين. قرب شوية من كده كمان. الملوخية الطريقة اللي انتم شايفينها دي الملوخية. اهم حاجة تجيب تربة، تكون تربة ناعمة بالطريقة اللي انتم شايفينها دي. تبدأ ايه، تبدأ تفرشها تربة زي ما انتم شايفين، تربة مع طينة، مش تربة بس، بالشكل اللي انتم شايفينه ده. احنا كترنا شوية مش كده منه. تمام. وبعد كده تبدأ تجيب الملوخية. الملوخية تبدأ بقى تمسك شوية في ايدك كده زي طريقة الجرجير بالظبط. زي طريقة الجرجير بالظبط. تبدأ ايه، بس ما تكترش، حاول ما تكترش بالطريقة اللي انت شايفها دي. قرب شوية كمان. شوف بقى عامل ازاي. بالطريقة اللي انت شايفينها دي في الارض. انا كترت بس مش مشكلة، على حسب. بالطريقة اللي انت شايفينها دي. بعد كده بقى تروح جايبين شوية تربة، بس تكون تربة ناعمة، وتحط سطح خفيف من فوق بالظبط زي ما انتم شايفين، خفيفة بس قشرة خفيفة من فوق بالطريقة اللي انتم شايفينها دي. الطريقة اللي انتم شايفينها دي. شوية تاني بس عشان ايه. تمام. بعد كده نبدأ نروي بقى. نجيب مية ونبدأ نروي. حاول بقى ايه ما تخليش ايه تعمل نقرة مكانها، علشان ما يطلعش اللي احنا زرعناه لحد ما يمسك نفسه في التراب، في التربة. وفي حاجة كمان لازم اي حاجة انت تزرع فيها تكون مخرمة عشان تحافظ على اكسجين التربة، عشان المية تعرف تتصفى زي ما انت شايفين بالطريقة دي. لكن لو جبتها واحدة مقفولة هتبوظ التربة وهتعمل عفن جدري. الطريقة اللي انت شايفينها دي. تبدأ تروي كده بس مش كتير. لو بدأت حاجة تبان معاك تكون جارك التربة على طول تغطيها. مع الزراعة الحديثة انت في المضمون ان شاء الله. حاول بس ايه، لو صعب بس هو مش صعب عليك تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد مني ان شاء الله. بالظبط زي ما انتم شايفين. طبعا ايه احنا مش هنروي قوي، تبقى معانا بالشكل اللي انتم شايفينه ده، الشكل اللي انتم شايفينه قدامكم ده. تمام كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده قدامكم ده. بس حاولوا زي ما قلت لكم تخرموا اي حاجه انت هتحطوا فيها تزرعوا جواها. حاولوا ان انتوا ايه تخرموها عشان تحتفظ بالتربه. تمام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما تنساش تصلي على النبي في اخر الفيديو.